بيليه قال انه لاعب لا يمكن مقارنته باي لاعب اخر. مارادونا قال انه بالنسبه له هو اكبر رمز لكره القدم. زين الدين زيدان قال انه لاعب من طراز خاص. اما غريمه اللدود المدافع سيرجيو راموس فقال انه لاعب لا يمكن ايقافه. رمضان كريم، انا احمد عماد، وزي النهارده من 20 سنه انا وقعت في غرام الساحره المستديره وقررت اشجع نادي برشلونه، وكل ده كان بسبب اللاعب اللي بيجيب جول من الفاول اللي بيتعرض ويتعاد قدامك دلوقتي على الشاشه. كان فاول في ماتش برشلونه ضد ريال سوسيداد وقتها. وبالمناسبه السعيده والحبيبه ليا دي قررت ان احكي لك حكايه اللاعب ده، رونالدينيو جاوشو. تشرب حاجة ساعة لو سمحت، وعندك واحد شاي بحليب. رونالدو دي اسيس موريرا، مواليد 21 مارس 1980، اتولد في حي فاير في مدينة بورتو أليجري. والده كان لاعب كرة قدم هاوي في نادي كروزيرو، لكن بسبب ظروف المعيشة الصعبة قرر انه يسيب الكورة ويشتغل فني الحام في المينا اللي موجودة في المدينة بالنهار، وبالليل بيشتغل حارس على بوابة نادي جريميو عشان يقدر يصرف على أسرته. الأسرة اللي كان كل حلمها إن ابنهم يطلع لعيب كورة محترف وينتشلهم من الفقر اللي هم فيه. كل آمال وأحلام الأسرة دي كان مبني على شخص واحد في الوقت ده، هو ابنهم الكبير روبرتو. أيوة أنت سمعت صح، ما تستغربش، روبرتو هو الأخ الكبير لرونالدينيو. كان لاعب ناشئ في نادي جريميو البرازيلي وقتها، ورغم إن سنه ما كانش عدى 16 سنة إلا إن كل أندية البرازيل كان عينها عليه ومتابعاه بسبب مهاراته العالية وفنياته الجامدة. رونالدينيو بيحكي عن الوقت ده وبيقول ان ابوه اقنعه هو واخوه انهم عشان يكونوا لعيبه كره قدم حريفه ويقدروا يسيطروا على الكره كويس لازم يتمرنوا وهم حافيين بدون حذاء، وده اللي فعلا كان بيعمله اخوه الكبير روبرتو، وبدا يعمله هو كمان رونالدينيو وهو عنده لسه 6 سنين. لكن لما كبر عرف ان ابوه كان بيقول لهم كده علشان ما كانش يقدر يجيب لهم جزمه كوره. احنا فقراء. عيلة رونالدينيو فضلت بتعاني من الظروف الاقتصادية والمشاكل المادية دي لحد ما جانت اللحظة اللي فضلوا مستنينها سنين. أخيرا روبرتو بيوقع أول عقد احترافي ليه مع نادي جريميو، وبتكون هدية توقيع العقد ده هي بيت جديد بجنينة كبيرة وحمام سباحة خاص بتتنقل العيلة كلها من الحي الفقير للبيت الجديد. أخيرا روبرتو بيقدر يحقق حلمه وينقذ عيلته من الفقر. واخيرا رونالدينيو وعيلته الحياه هتبتدي تبتسم لهم ويرتاحوا شويه من المعاناه الاقتصاديه والماديه اللي كانوا بيعيشوها. ده اللي هم كانوا فاكرينه، لكن مش هو ده اللي حصل. في يوم من الايام روبرتو وهو راجع من التدريب لقى والده مغمى عليه في قلب حمام السباحه. بسرعه اتصل على الاسعاف ونقلوه المستشفى، لكن للاسف الوالد كان اصيب بسكته قلبيه في قلب حمام السباحه والمستشفى ما قدرتش تنقذه. صدمه كبيره بيتعرض لها رونالدينيو وعيلته. والدهم اللي عاش عمره كله بيضحي عشان يوفر طلبات الأسرة ويدي لأولاده فرصة إن هم يحققوا حلمهم ويطلعوا لعيبة كورة محترفين، مات قبل ما يشوفهم بيحققوا الحلم ده. رونالدينيو اللي عمره وقتها ما يتعداش 9 سنين قرر إنه يخلص كل وقته لكرة القدم عشان يحقق حلم والده اللي مات قبل ما يشوفه وهو لعيب كورة محترف. كان بيساعده على ده أخوه روبرتو، كل يوم كان بيتمرن معاه بشكل مستمر عشان يقدر ينمي مهاراته ويقدروا يحققوا حلم أبوهم. رونالدينيو بيقول انه في الفترة دي اخوه كان بيمرنه على اكتر من 500 مهارة بالكورة، لدرجة انه وقتها كان بيبكي من كتر التمارين، لكنه لما كبر عرف قيمة اللي اخوه كان بيحاول يعلمه له وهو صغير. روبرتو في بداية مشواره الاحترافي مع جريميو قدر يحقق معاهم 3 ألقاب دوري متتالية، وده لفت ليه الانظار بشكل كبير في البرازيل، لدرجة انه لأول مرة بيتم استدعائه لتمثيل منتخب البرازيل. الخطوة اللي كان بيتمناها واللي كانت بالنسبة له حلم كبير خلاص اهي بتتحقق، لكن للأسف القدر بيفاجئه بصفعة تانية. روبرتو كان عنده مباراة مع جريميو قبل معسكر المنتخب، وفي المباراة دي اتعرض لإصابة خطيرة في ركبته دمرت مسيرته الكروية تماما. مرزق من يومك ابو السلكان، الدهب في ايدك يبقى تراب. روبرتو اللي بقى المسؤول الأول عن العيلة مسيرته الكروية بتنتهي قبل ما تبدأ، وحلم حياته بيتدمر بسبب الإصابة. صفعة قوية بتتلقاها الأسرة في مستقبل ابنها اللي كان مصدر دخلهم الوحيد والأساسي، وهنا ما بيفضلش الأسرة غير أمل وحيد في إنقاذهم من الفقر، رونالدينيو. روبرتو بعد ما بعد عن الكورة قرر إنه هيكون وكيل أعمال أخوه الصغير رونالدينيو عشان يقدر يهتم بمسيرته ويبعده عن الأخطاء اللي هو ارتكبها في حياته واللي قضت على مسيرته الكروية بدري. رونالدينيو اللي في الوقت ده كان مصر على النجاح ومساعدة أسرته في الخروج من الفقر حط كل تركيزه في تمارين الكورة. بدأ يتعرف بشكل كبير في البرازيل بأنه الموهبة المنتظرة لمنتخب بلاده، وبالفعل سنة 97 بينضم لمنتخب الشباب في كأس العالم تحت 17 سنة اللي اتلعب هنا في مصر،
وبيقدر يساعد البرازيل في الفوز بالبطولة، وبياخد لقب أحسن لاعب في البطولة. عشان بعدها وفي سنة 98 نادي جريميو بيعمل له أول عقد احترافي وبيضمه للفريق الأول، وبعدها في سنة 99 بينضم للمنتخب الأول في بطولة كوبا أمريكا، وبيقدر يفوز مع البرازيل بالبطولة ويحقق أول لقب قاري ليه في مسيرته مع منتخب بلاده. ومن ساعتها بدأت أندية أوروبا تتابعه، عشان في سنة 2001 يجي له عرضين، عرض من نادي أرسنال الإنجليزي وعرض تاني من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. لكن ساعتها أخوه روبرتو نصحه إنه ما يبدأش في مستوى قوي في أوروبا زي مستوى الدوري الإنجليزي، وده اللي خلاه يوقع مع نادي باريس سان جيرمان وينتقل للدوري الفرنسي في صيف 2001 في صفقة كان قيمتها وقتها 5 مليون دولار. رونالدينيو بدأ مع باريس كلاعب بديل، لكن أول ما خد الفرصة استفاد منها، قدر يسجل في أول 4 ماتشات ليه مع النادي الباريسي عشان يضمن مكانه الأساسي ويبدأ في تحقيق إنجازاته في الدوري الفرنسي. وفي صيف سنة 2002 تم استدعائه لتمثيل البرازيل في كأس العالم اللي هيتلعب في كوريا واليابان، البطولة اللي كان ليه دور أساسي في فوز البرازيل بيها مع رونالدو الظاهرة وريفالدو. رونالدينيو في البطولة دي لعب 5 ماتشات، سجل جولين منهم هدفه الشهير من مسافة 30 ياردة في نص النهائي قدام انجلترا. الجول ده كان سبب في فوز البرازيل 1-0 على انجلترا والصعود للنهائي، والفوز بعد كده بالبطولة في النهائي قدام ألمانيا بنتيجة 2-0. كأس العالم هو أكبر بطولة كرة قدم ممكن أي لاعب كرة يفوز بيها، لكن رغم الإنجاز العظيم والنجاح العظيم دوت رونالدينيو كان حاسس إن فرحته ناقصة، كان حاسس إنه مش سعيد بسبب فقدانه لوالده اللي كان لسه مأثر عليه، واللي كان بيتمنى إنه يكون عايش دلوقتي ويشوفه وهو بيحقق الإنجازات الكبيرة دي. أنا عايز أعيط يا جيم، يا جيم أنا عايز أعيط. بعدها بسنة وفي صيف 2003 كان في صراع كبير بين مانشستر يونايتد وبرشلونة للحصول على خدمات رونالدينيو، الصراع اللي حسمه نادي برشلونة في النهاية بعد ما قدر يقنع اللاعب ويوقع معاه في صفقة قيمتها 30 مليون دولار وينضم رونالدينيو لنادي برشلونة وتكون بداية لنقلة كبيرة جدا في مسيرته. وصول رونالدينيو لبرشلونة كان بآمال وطموحات جديدة وكبيرة. نادي برشلونة كان حاطط آمال كبيرة على رونالدينيو إنه يخرجهم من الأزمة اللي هم فيها والنتائج السيئة المتتالية في السنين اللي فاتت. بدأوا يعاملوا رونالدينيو معاملة نجم الشباك، ادوا له رقم 10 اللي كان بيلبسه لعيبة كبيرة في تاريخ نادي برشلونة زي مارادونا وروماريو وريفالدو. كمان في الوقت ده كان معسكر الخصم ليه رأي مختلف تماما في الصفقة. القرش فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وقتها، واللي ناوي برضه اعمل لك عنه فيديو ان شاء الله احكي لك حكايته قريب، كان ليه تعليق شهير وتاريخي على تعاقد برشلونة مع رونالدينيو. بيريز صرح وقتها وقال: لقد تعاقدنا مع ديفيد بيكهام وبرشلونة تعاقد مع مهرج. كل الظروف والاحداث دي بالاضافة لحلم رونالدينيو وحلم والده القديم خلق عند رونالدينيو طموحات ضخمة واحلام كبيرة انه لازم يكون احسن لاعب في العالم، وده اللي بدأ فعلا يشتغل عليه مع برشلونة. في بداية موسم 2003-2004 رونالدينيو واجهته صعوبات كتير بسبب اختلاف الأجواء بين الدوري الفرنسي والدوري الأسباني، ده غير ان فريق برشلونة وقتها كان بيغير جلده وبيبني فريق جديد مع مدير فني جديد للفريق وهو الهولندي الشاب فرانك ريكارد. نتائج سلبية كتير ونزول متكرر في ترتيب جدول الدوري الأسباني لدرجة ان برشلونة وصل وقتها للمركز ال12 في الدوري. كان مع بداية سنة 2004 برشلونة تعاقد مع إدجار ديفيدز في موسم انتقالات يناير عشان يساعدهم في حل المشاكل اللي موجودة في نص الملعب، ولما ده حصل رونالدينيو خد حريته في الملعب، بدأ يؤدي أدواره الهجومية براحته وبدأ يساعد برشلونة ويطلعهم من اللي هم فيه. سلسلة نتائج إيجابية متتالية خلت برشلونة ينهي الموسم في المركز الثاني ورا نادي فالنسيا اللي فاز بالدوري الاسباني وقتها. لكن من اول الموسم اللي بعده رونالدينيو مع برشلونة بدأوا يقضوا على الاخضر واليابس. موسم 2004 و2005 برشلونة قدر يفوز بالدوري الاسباني، خرجوا من دور 16 في دوري ابطال اوروبا بعد مباراة ملحمية قوية مع نادي تشيلسي اللي كان بيدربه جوزيه مورينيو وقتها واللي انتهت بنتيجة 5-4 لصالح تشيلسي. اما في الصيف رونالدينيو قدر ياخد كاس القارات مع البرازيل، كان هو كابتن المنتخب في البطولة دي. في السنة دي رونالدينيو خد جايزة احسن لاعب المقدمة من الفيفا لسنة 2005 اللي هي تعتبر جايزة ذا بيست حاليا. اما بقى في موسم 2005-2006 رونالدينيو حقق كل ما يمكن تحقيقه مع برشلونة. فاز بالسوبر الاسباني قدام ريال بيتيس، فاز بالدوري الاسباني بعد ما كسب ريال مدريد رايح جاي، واللي بالمناسبة لغاية الموسم ده كان رونالدينيو لعب قدام ريال مدريد 6 ماتشات، خسر ماتش واحد وكسب 5 ماتشات. عرفت بقى عم بيريز مين هو الكلاون اللي على حق. اما بقى في دوري الابطال برشلونة قدر يوصل للنهائي ويلعب ارسنال ويحاول تأخره قدامه في المباراة من خسارة 1-0 لفوز بنتيجة 2-1 عشان يقدر رونالدينيو يساعد برشلونة في تحقيق لقب دوري الابطال اللي كان غايب على النادي بقاله 15 سنة، ويقدر يفوز بأول لقب دوري ابطال اوروبا ليه في حياته.
كده يقدر يعمل موسم اسطوري مع برشلونة بكل معنى الكلمة. لحد هنا كل حاجة كانت كويسة جدا. رونالدينيو وقتها كان المفروض يستعد عشان يشارك مع البرازيل في كاس العالم 2006 اللي هيتلعب في المانيا، عشان يكمل موسم تاريخي للاعب اسطوري محدش قدر يحققه قبل كده. لكن للاسف مش هو ده اللي حصل. رونالدينيو مع البرازيل في كاس العالم كان اداؤه سيء جدا في البطولة دي، ومش هو لوحده الحقيقة، المنتخب كله كان اداؤه يوجع البطن. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ لكن فضلت ماشيه معاهم كده بالاسماء الكبيره وبالحب وباللعب على الواقف لحد ما قابلوا فرنسا في دور الثمانيه عشان يخسروا 1-0 من فرنسا بهدف تيري هنري وباداء اسطوري من زين الدين زيدان في البطوله دي عموما وفي الماتش ده خصوصا، لان زيدان في الماتش ده يعتبر كان بيلعب منتخب البرازيل لوحده، ومع ذلك قدرت فرنسا تكسب. طبعا الصحافه مسكت المنتخب كله غسيل ومكوى واتكوا شويه على عم رونالدينيو، وهم اتكوا عليه جامد قوي بصراحه، لان رونالدينيو وقتها كان النجم الاول للمنتخب واحسن لعيب في العالم، والامل الاكبر في تحقيق البطوله كان عليه هو. لكن هو في الملعب كان اداؤه بطه بلدي. بدات الصحافه تمسك عم رونالدينيو وتطلع له بقى من قعر الحل. رونالدينيو كان معروف عنه انه بيحب السهر والسكر والنسوان، ومن ايام ما كان في باريس كمان، مش الايام دي بس. والحقيقه انه مش رونالدينيو لوحده، تقريبا كل اللعيبه البرازيليين كده يعني، بس محدش كان بيتكلم في الموضوع لانه في الاول وفي الاخر كان بينزل الملعب ينفذ المطلوب منه ويساعد فرقته على الفوز. بس طبعا مع اول وقعه سكاكينه كترت، صور وفيديوهات بدات تتسرب وتطلع، اشاعات واخبار كتير بدات تطلع على رونالدينيو، ومحدش ساب الراجل في حاله. لكن ما طولش عليك، قول لي طول، الكلام ده ما عجبش الساحر بتاعنا وقريفه. رونالدينيو قال لك بقى بعد كل اللي انا عملته وحققته وكل البطولات اللي انا خدتها دي وانا لسه عندي 26 سنه قاعدين تهاجموني وتشتموني؟ يا زمن. الساحر قال لك وانا عليا بايه يا عم من وجع الدماغ ده كله؟ انا معايا فلوس تعيشني بقيت حياتي ملك، انا اعيش حياتي وانبسط بلا صحافه وبلا وجع دماغ عنها. وعمك رونالدينيو كبر دماغه على الاخر، كل يوم سهر وعربده في البارات والحفلات والنوادي الليليه لحد الساعه 5 الصبح، وتاني يوم يروح التمرين وهو مش شايف قدامه، لدرجه انه كان في كلام انه ساعات بيروح التمرين وهو سكران لسه اساسا. رونالدينيو بيقول عن نفسه في الفتره دي انه كان حاسس انه ختم الكوره، مفيش اي حاجه تانية عايز يعملها، كل الجوائز الفرديه والجماعيه اللي ممكنه خدتها، بعمل اعلانات وقيمتي السوقيه بالمليارات، معايا فلوس تعيشني ملك لاخر عمري، اتعب نفسي ليه واهتم بكوره وتمارين وجماهير؟ قال لك انا لسه صغير وعايز انبسط، عوض ايام الفقر والتعب اللي انا عشتها انا واهلي. لكن طبعا الصحافه في كاتالونيا هي كمان ما عجبهاش الكلام ده، فضلت هي كمان تهاجم رونالدينيو، تتكلم عن اللي بيعمله وان في لعيبه في الفريق بدات تقلده، وكل ما تحصل نكسه للفرقه ويخسروا ماتش الصحافه ما بيبقاش عندها كبش فدا غير رونالدينيو، وينزلوا بقى في سلخ. وما اكثر نكسات برشلونه في الفتره دي الحقيقه، لان مع بدايه موسم 2006-2007 برشلونه خسرت السوبر الاوروبي قدام اشبيليا، خسرت نهائي كاس العالم للانديه قدام انترناسيونال البرازيلي، وفي دوري الابطال خرجوا من دور ال 16 قدام ليفربول، وخرجوا من نص نهائي كاس الملك، واللي زاد الطين بله خساره الدوري قدام ريال مدريد في اخر جوله من الموسم بفرق المواجهات المباشره، بعد ما الفرقتين اتعادلوا في النقط ب 76 نقطه لكل فرقه، وكده برشلونه يخرج بموسم صفر بدون اي بطوله، وده طبعا زود الهجوم على الفريق عموما وعلى رونالدينيو خصوصا. وقتها فرانك ريكارد قعد معاه اكتر من مره، حاول ينصحه ويكلمه عشان يرجع ويركز في شغله وفي كاريره وفي مستقبله. فكرك بقى النصايح دي كلها جابت نتيجه مع عم رونالدينيو؟ دخلنا موسم 2007 و2008 اللي رونالدينيو ما لعبش فيه غير 17 ماتش بس طول الموسم بسبب الاصابه، ما سجلش فيهم غير 8 اهداف وعمل 3 اسيستات، يعني 11 مساهمه تهديفيه طول الموسم. بقى ده رونالدينيو اللي ما كانش بيقل في اي موسم عن 30 مساهمه تهديفيه يا جدعان. يا عيال على الزمن وعلى الدين وعلى الايام. حال برشلونه الموسم ده كان اسوأ من اللي قبله، الفريق خسر كل البطولات، الريال حسم الدوري بدري، لدرجه انه في ماتش العوده برشلونه عمل ممر شرفي لريال مدريد في قلب سانتياغو برنابيو قبل الماتش، لانهم كانوا حسموا الدوري قبل الكلاسيكو. وقتل الفضايح الجميل ده خلى الاداره ترمي فرانك ريكارد بره النادي ويستعينوا بمدرب اللمسايه الشاب بيب جوارديولا، اللي كان جاي وناوي ينظف النادي من كل العبث والعك والقرف اللي موجود ده. واول حاجه عملها انه استغنى عن خدمات ساحر بورتو أليجري رونالدينيو. عمنا رونالدينيو قال لك بصراحه مصلحه،
الراجل كان زهق من البارات والحفلات بتاع كاتالونيا، فقال يطلع يغير عتبة ويشوف الأجواء والنايطات والحفلات في إيطاليا بتقول إيه. ومن هنا قرر رونالدينيو إنه يوقع مع إيسي ميلان رغم إنه كان بطل أوروبا في موسم 2007، إلا إنه في موسم 2008 ما كانش في أفضل حالاته. لعيبة كتير من النجوم الكبيرة اعتزلت زي الأسطورة باولو مالديني، ولعيبة تانية كبرت في السن زي سيدورف وإنزاجي وكافو. كمان في لعيبة نجوم مشيت من الفرق زي شيفتشينكو. اما بالنسبه للصفقات اللي جت فهي للاسف ما كانتش احسن حاجه. يعني مثلا جابوا رونالدو الظاهره من ريال مدريد بس كان خلاص بيشطب، اصابات تعبته ووزنه زاد جدا. كمان جابوا الكسندر باتو بس كان لسه ناشئ جاي من انترناسيونال البرازيلي. كل التغييرات الكبيره دي خلت الميلان انها موسم 2008 في المركز الخامس في الدوري الايطالي. اما رونالدينيو فالمفروض انه كان رايح الميلان وعنده رغبه انه يثبت ان جوارديولا غلط بالاستغناء عنه، ورغبه انه يرجع فريق كبير زي اي سي ميلان لمكانه الطبيعي. لكن في الحقيقه رونالدينيو ما كانش عنده اي رغبه غير انه يجرب الخمره بتاع ايطاليا. اما اي سي ميلان والفريق والنادي والجماهير فولا كانوا في دماغه اساسا. ميلان في الموسم ده عمل موسم صفر، انهى الدوري في المركز الثالث، خرج من دور ال 32 في اليوروبا ليج. اما الساحر بتاعنا فما عملش غير 15 مساهمه تهديفيه طول الموسم. في بدايه الموسم اللي بعده انشيلوتي قرر يقعد مع رونالدينيو عشان يفوقه ويرجعه لمستواه. انشيلوتي طول عمره مدرب ذكي في التعامل مع اللعيبه، سمح لرونالدينيو بالسهر بس بالحدود والطريقه اللي تخليه يرجع لمستواه تاني. فعلا رونالدينيو استجاب للبرنامج بتاع انشيلوتي وقدر الموسم دوت يعمل 30 مساهمه تهديفيه في الدوري. لكن للاسف الميلان خرج من دور 16 في دوري الابطال لما وقعوا تحت ايد مانشستر يونايتد ساعتها. ورغم ان رونالدينيو استعاد جزء كبير من مستواه في الموسم دوت، انما الميلان هو زي ما هو موسم صفر برضه. عشان كده رونالدينيو لما ملقاش منها فايده قال يرجع يسهر وينبسط احسن. وفي موسم 2010 2011 فرونالدينيو وصل لقمه مستواه بس في السكر والعربده، يعني لدرجه انه بعد النص الاول من الموسم ما لعبش غير 11 ماتش بس بسبب غياباته المتكرره عن التدريبات بسبب السهر والحفلات بتاعته. ساعتها اداره الميلان قررت انها تتخلص منه عشان تطلع منه باي فلوس. في الوقت ده رونالدينيو قرر انه يرجع البرازيل وسط اهله وناسه يتسنكح هناك براحته بقى. راح بقى لعب موسمين مع فلامينجو و3 مواسم مع اتلتيكو مينيرو، قدر يكسب فيهم الكوبا ليبرتادوريس ساعتها وخسر كاس العالم للانديه. بعدها راح نادي كوارتو المكسيكي، وبعد كده قرر يرجع اخر موسم في البرازيل وينهي مسيرته مع نادي فلومينينزي البرازيلي. وبعد الموسم ده اعتزل رونالدينيو واتفرغ بقى لحياته الليليه وحفلاته. قال يعني كان في حاجه بتشغله عنها قبل كده، بس المشكله دلوقتي انه ما بقاش عنده دخل بيصرف منه، بقى بيبعزق وبيصرف من فلوس الاعلانات والفلوس اللي عملها طول مسيرته. ولانه طبعا ما هوش قاعد على بنك، القرشين اللي معاه خلصوا. ويا ريتها جت على قد كده بس، لا ده الساحر طلع طول الفتره دي ما بيدفعش الضرايب اصلا للحكومه البرازيليه، وطلع عليه اجمالي ديون للضرايب في البرازيل تساوي اكتر من $1,000,000. عشان كده الحكومه البرازيليه خدت قرار بمصادره كل املاك الساحر بتاعنا ومنعه من السفر خارج البلاد لحد ما يسدد كل الضرايب اللي عليه. يعني تقريبا كده اقامه جبريه في البرازيل. فكرك الساحر سكت؟ ابدا. تعمل ايه يا رونالدينيو؟ تروح فين يا رونالدينيو؟ اخوك كبير ووكيل اعماله روبرتو شرع عليه براي، انما نعم الراي والله. روبرتو اقنع رونالدينيو انهم يروحوا لمهرب برازيلي يزور لهم باسبورات ويطلعوا بيها من البرازيل على باراجواي. انت متخيل الدماغ راحت فين؟ روبرتو كان فاهم ان هو واخوه لما يزوروا بباسبور محدش كده هيعرفهم لما يشوفهم. بس انا بصراحه عارف روبرتو جاب فكره التخفي الشقيه دي منين. طبعا الرجاله اول ما حطت رجلها في مطار باراجواي لقوا الشرطه هناك واقفه بتستقبلهم احسن استقبال. الرجاله اتكلبشت واتبعتت على المحكمه وخدوا هناك حكم ب5 سنين. بس رونالدينيو بعد ما قضى شهر واحد في الحبس صعب على القاضي وقرر انه يطلعه من الحبس بكفاله قدرها $1,000,000، واللي اتقال ساعتها ان ميسي هو اللي دفعها له. ما هو استاذه ومعلمه اصيل والله يا ابو تياجو. اصيل يا فلانتين. دخول رونالدينيو السجن وصوره وهو متكلبش في الحديد زي ما كانت صدمه لكل مجانينه ومحبينه زي انا كده، كانت كمان بمثابه 100 قلم نزل على وشه فوقه من اللي هو فيه. رونالدينيو قرر يبطل اللي هو فيه ويفوق لنفسه وانه يلتزم بجد بقى المره دي عشان يحاول يرجع كل اللي راح منه. وفعلا بعد 4 شهور بس من خروجه من السجن رونالدينيو رجع تاني وظهر على الساحه، بس المره دي ظهر كرجل اعمال وقدر بعلاقاته القديمه يمضي عقود مع اكبر الشركات الرياضيه في العالم وبدا يرجع اللي راح منه واحده واحده. مش بس كده، ده كمان ناوي يعمل فيلم وثائقي عن حياته يحكي فيها كل اللي حصل له عشان الشباب يتعلم من قصته. كل مرحله في الحياه مهما كانت صعبه ستنتهي. شكرا لله الذي اخرجني من محنتي، وشكرا للجماهير التي تحبني وتدعمني. ده كان تصريح رونالدينيو في عيد ميلاده ال40، وبالتصريح ده اكون ختمت لك قصه حياه الملك ساحر بورتو أليجري.
رونالدينيو جاوتشو. رونالدينيو زي ما كان مصدر سعادة لينا في الملاعب مع الكورة، كمان قصته كانت ملهمة جدا بعد الكورة، من قاع الفقر والحظ السيء لقمة المجد والشهرة والثراء، لزنزانة وحديد وحكم بالسجن، لفوقان ورجوع للرشد وتعويض كل اللي ضيعه. قول لي رأيك في رونالدينيو، في لعبه في الملاعب وفي قصة حياته، وقول لي رأيك في الفيديو لو عجبك وعاوز تسمع قصص لعيبة زيه كده تاني، ومين اللاعب او الشخصية اللي نفسك تسمع قصته في الفيديو اللي جاي. بس كمان ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تعرف معايا القصص اللي جاية، وما تنساش اللايك والشير، وكل سنة وانت بخير.